هلو هلو، لو أول مرة تشوفني فأنا إيسو ودي قناتي إيسو فنانة على يوتيوب. أنت مع بودكاست أستير حبيب، أسطورة الأسطورة. تابعني وهتلاقي كل حاجة جديدة معايا هنا وبس. مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا أستير حبيب وده بودكاست أسطورة الأسطورة، وده المكان اللي بنفك فيه كل الأساطير اللي تربينا عليها ونقرب أكتر للحقيقة من غير قسوة ومن غير أحكام. النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا جدا يهم كل أب وكل أم، وهو الكذب عند الأطفال. خليني أبدأ بجملة قد تكون صادمة ليك شوية. الطفل لا يولد كاذبا لكنه يتعلم الكذب، وده مش رأيي الشخصي لكن ده رأي علماء النفس، والحقيقة أنا بتفق جدا معاه. ويجي هنا سؤال مهم جدا: هو ممكن إن الكذب يكون حاجة طبيعية عند الأطفال؟ والإجابة أيوة، ممكن يكون الكذب طبيعي جدا خصوصا في مراحل عمرية معينة، من سن 3 سنين ل5 سنين، لأن في السن ده الطفل بيختلط عليه الأمر، فهو بيخلط ما بين الخيال والحقيقة. ممكن تلاقيه بيقول أنا طرت فوق، أو العروسة دي كلمتني، وده هنا مش كذب، ده خيال. أما لو مثلا هو في سن من 6 سنين ل9 سنين، فهو هنا بيبدأ يكذب كوسيلة دفاع علشان يتجنب العقاب، أو علشان يرضي الكبار، أو علشان يحافظ على صورته قدامهم. لكن لو بعد 9 سنين استمر الكذب، هنا بيبقى خطر، فهو ما بقاش سلوك بسيط لكن سلوك مقلق، ولازم نتدخل ونقوم السلوك ده. طب إيه هي أسباب الكذب؟ إيه اللي يخلي الطفل يكذب؟ أول سبب ممكن يكون هو الخوف، خوف من الضرب، أو إنك تصرخ عليه، أو إنك تهينه، فبيكذب علشان ينجو. هنا هو مش بيكذب لأنه عاوز يكذب، لكن هو بيكذب لأنه خايف. تاني سبب ممكن يكون التقليد، الطفل زي المراية، لو شاف بابا بيكذب أو ماما بتجمل الحقيقة هيتعلم إن الكذب أحيانا بيكون مطلوب ومسموح. تالت سبب إنك تضغط عليه، الضغط والمثالية الزيادة، لما تفضل تقوله لازم تطلع الأول، لازم تبقى شاطر دايما، لازم تبقى زي ابن عمك، لازم تبقي زي بنت خالك، طول وقت ضغط وحطه في زاوية المثالية، فهنا يفضل يكذب علشان يفضل مقبول. رابع سبب هو لفت الانتباه، الطفل لو مهمل عاطفيا ممكن يكذب علشان بس يجذب انتباهك، علشان تسمعه حتى لو هتعاقبه، المهم انك تسمعه وتنجذب ليه ويبقى فيه انتباه ليه. تعالوا نشوف آراء علماء النفس. عندك جين بياجي قال: الطفل في المراحل الأولى لا يفهم الكذب أخلاقيا، هو بيفهمه كنتيجة، يعني عقاب أو لأ، يعني لو ما فيش عقاب فما فيش مشكلة. عندنا مثلا سيجموند فرويد ربط الكذب بالقلق والخوف والصراعات الداخلية. الطفل يكذب لما يكون مش قادر يعبر عن نفسه بأمان. أما ألفريد قال: السلوك الخاطئ رسالة وليس مشكلة مستقلة، يعني اسأل الطفل هو محتاج إيه، مش غلط في إيه. إزاي نعالج الكذب صح؟ 3 حاجات ما نعملهاش: ما تضربهوش، ما تفضحوش، ما توصفوش بإنه كذاب. لما توصف ابنك بالكذب فأنت هنا بتثبت السلوك جواه. طب أمال نعمل إيه؟ أول حاجة الأمان قبل الصدق. قول، ولو قلت أنت في أمان أنا مش هضربك ولا هزعلك ولا هعاقبك. اسأله عن السبب مش الذنب، قوله أنت قلت كده ليه، وافهم منه السبب الحقيقي ورا اللي هو قاله. علميه أو علميها يتحملوا
نتيجة اللي هم قالوه مش العقاب، والفرق كبير قوي. آخر حاجة، كونوا قدوة لولادكم، صدقكم هو درسهم الحقيقي في الحياة. في النهاية خليني أقولك إن الطفل الصادق هو طفل آمن مش مراقب، ولو ابنك كذب فده مش فشل في تربيتك، دي دعوة إنك تسمعه أكتر وتحميه أكتر. لو الحلقة عجبتك أرجوك حاول تشارك الحلقة مع أم أو أب محتاج إنه يسمع الكلام ده، واستنوني في حلقة جديدة من أسطورة الأسطورة بنقرب فيها من الحقيقة بهدوء. وبس كده، سلام.